يا جماعة، في أحداث جديدة بتحصل، وأنا هحكي لكم دلوقتي إيه اللي بيحصل ورا الكواليس بين كوريا الشمالية وروسيا، وإيه الخطة اللي بيجهزوها ضد الغرب. ركزوا في الفيديو ده النهاردة، لأنه علامة تانية إن يسوع خلاص قرب يرجع. وأنا عارف إنه لما بنتكلم عن مجيء يسوع الناس بتبدأ تستهزئ بينا، مش كده؟ بيبدأوا يقولوا يا سيس انتوا بتبالغوا قوي وبتتمادوا قوي وبتخترعوا حاجات علشان تخوفوا الناس. يا اخواتي، الموضوع مش كده. الحقيقة اننا فعلا عايشين دلوقتي تحقيق نبوءات الكتاب المقدس. وكمان الحكاية اللي لسه حكيتها لك دي مكتوبة في رسالة بطرس الثانية الإصحاح 3 من أول العدد 3. بص كده مكتوب إيه هناك. إيه اللي حصل لوعد إن يسوع هيرجع تاني؟ من وقت ما أجدادنا ماتوا كل حاجة لسه زي ما هي من أول الخليقة. أنا حتى افتكرت هنا لما الناس بتقول إن من أول الخليقة دايما كان كده. يا إخواتي، فاكرين الناس اللي كانوا بيستهزئوا بنوح لما كان بيبني الفلك؟ بالظبط بنفس الطريقة يسوع قال إن من علامات إنه قرب يرجع هي إنها تكون زي أيام نوح. الناس هتكون مشتتة وبتستهزأ، وده اللي احنا شايفينه اليومين دول. صح. عشان كده ركز كويس في الرسالة دي النهاردة. في الحدث الأخير ده هتتصدم لما تشوف قد إيه كل حاجة بتتحقق. قطع البازل بدأت تركب مع بعض. ماشي؟ قبل أي حاجة أنا بس عايز أطلب منك تشترك في قناتي. كل يوم هكون هنا عشان أجيب لك تعاليم من الكتاب المقدس مبنية على الأحداث الأخيرة، وكمان عايز أصلي لك الصبح وبالليل. ماشي؟ يلا نبدأ. لازم أبدأ هنا وأتكلم عن حاجة مثيرة جدا حصلت، والموضوع هو كالتالي. الأسبوع ده وزير الخارجية الروسي راجل اسمه سيرجي لافروف بعت رسالة رسمية لكوريا الشمالية، وقال بصراحة إن البلدين دول روسيا وكوريا الشمالية بيحاربوا مع بعض علشان يوقعوا المحيط، علشان هم عايزين يبنوا نظام عالمي جديد. بس انت عارف ليه هم عملوا التصريح ده دلوقتي بالذات وبكل العجلة دي؟ ده علشان قبلها بيوم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قال للكل انه بيدور على حوار بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وفي اللحظة دي روسيا شافت التحرك الدبلوماسي ده وحرصت انها تتمسك اكتر بكوريا الشمالية علشان هم que ela continue junto ali com ele nessa aliança. بس أنا عايزك تعرف إن التحالف بين روسيا وكوريا الشمالية ما كانش مجرد كلام، لأن لأول مرة في التاريخ الحديث حوالي 14,000 جندي من النخبة الكورية الشمالية اتبعتوا عشان يحاربوا في أوروبا جنب الروس في منطقة كورسك الروسية. ومقابل القوات دي وملايين الذخائر، روسيا بدأت تنقل تكنولوجيا متطورة للصواريخ البالستية، أقمار صناعية تجسسية وأسرار نووية. يعني ده أخطر تحالف عسكري العالم شافه في العقود الأخيرة. ولازم تعرفوا إن الصين مش مرتاحة خالص للتقارب ده. وكمان الصين وضحت إنها مش شايفة إنه صح إن كوريا الشمالية تتسلح لحد أسنانها بتكنولوجيا نووية روسية، لأن لو عاصمة كوريا الشمالية بقت خطيرة زيادة عن اللزوم ساعتها اليابان وكوريا الجنوبية هم كمان هيبنوا دفاعات قوية جدا وهيجيبوا معاهم القواعد العسكرية الأمريكية. وبكده دونالد ترامب هيبقى قريب جدا من الأراضي الصينية وهيجيب معاه كمان معدات كتير وأسلحة كتير. الوضع هيبقى أخطر وأخطر. بس أنا عارف إن في اللحظة دي كتير منكم بيفكروا وبيقولوا يا أسيس، يعني إيه النظام العالمي الجديد اللي الزعماء دول دايما بيتكلموا عنه في الجرايد؟ لما الناس بتسمع التعبير ده أنا عارف إن أغلب الناس بتفكر بس في موضوع السياسيين، مثلا الصراع بين العملات، صح؟ في الدولار وفي عملة الصين، كل واحد فيهم عايز ياخد مكان التاني. الولايات المتحدة عايزة تفضل في الصدارة، بس الصين ودول تانية مش عايزين يخضعوا للدولار تاني. بس يا إخواتي، لما نبص للكتاب المقدس بنلاحظ إن النظام العالمي الجديد مش مجرد مشروع سياسي مؤقت، في الحقيقة هو نظام عالمي هيجهز لحكم المسيح الدجال نفسه. وأنا عايز أشرح لك دلوقتي بطريقة بسيطة جدا
عشان تفهم إيه اللي هيدعم حكم المسيح الدجال. فيه 3 ركائز. أول حاجة إنه هيبقى فيه حكومة عالمية واحدة بس، هي الحكومة الوحيدة اللي هتتحكم في كل حاجة وكل الناس. والحكومة دي هتحصل عشان كل يوم الدول بتخاف أكتر، والناس في الآخر بتسلم السيطرة على حياتهم للحكومة، مش كده؟ ده اللي حصل في وقت الجائحة، اللي أنا شايف إنها كانت في الحقيقة اختبار عشان يشوفوا البشرية هتتصرف إزاي قدام الخوف وعدم اليقين. يعني ده هو أول ركن من أركان حكومة المسيح الدجال. مش هيكون حكم على بلد أو بلدين بس، هيكون على العالم كله. والركن الثاني هو الاقتصاد، اللي هيكون متمركز حول عملة رقمية واحدة بس. وكمان الكتاب المقدس اتكلم عن الموضوع ده في الإصحاح 13 من سفر الرؤيا، وقال إن محدش هيقدر يشتري أو يبيع من غير إذن من نظام الوحش. ودلوقتي احنا عارفين إنه مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإلغاء الفلوس الورق، صح؟ وعشان كده ولأن كل حاجة بقت رقمية، بقى أسهل بكتير على ضد المسيح إنه يتحكم في كل فلوس العالم. يعني ده ما بقاش خيال علمي خلاص، وبقى شغال فعلا، وكل يوم بيزيد وبيتحول لحاجة عالمية أكتر. وبعدين في الآخر يجي الركيزة الثالثة اللي هي اتحاد كل الأديان، وده أكيد هيكون بقيادة النبي الكذاب، لأن الكتاب المقدس اتكلم عن الموضوع ده. النبي الكذاب ده هيقود الناس علشان يعبدوا الوحش اللي هو ضد المسيح، يعني هو هيخلط كل المعتقدات مع بعض. وعشان كده احنا كمسيحيين لازم نكون ضد فكرة توحيد إيماننا مع إيمان الناس التانية، لأن على كلام يسوع هو الطريق الوحيد، لأنه مفيش طرق تانية توصلنا لربنا. آمين. يا إخواتي، الحقيقة إن الحكام دول في الأرض فاكرين إنهم مسيطرين على كل حاجة، مش كده؟ إحنا مش بنتكلم عن العائلات دي اللي بتتحكم في الناس الأقوياء دول، صح؟ المليارديرات اللي بيتحكموا في الإعلام، بيتحكموا في كل حاجة إحنا بناكلها وكل حاجة بنتفرج عليها وكل اللي بنشوفه في التلفزيون وعلى الإنترنت. بس يا إخواتي، الرجالة دول في الحقيقة بيحفروا قبرهم بإيديهم. هم بيخططوا خطط، لكن في الحقيقة ربنا هيبطل كل خطة منهم. بصوا الكتاب المقدس بيقول إيه في مزمور رقم 2 من أول العدد 1. بيقول كده: ليه الأمم بتغضب وليه الشعوب بتدبر خطط ملهاش لازمة؟ ملوك الأرض بيستعدوا للمعركة، الحكام بيتآمروا مع بعض ضد الرب وضد مسيحه، وبيقولوا يلا نكسر القيود ونتحرر من العبودية. شوفوا الكلام ده يا أخوتي. هنا المرنم بيقول إن الحكام بيتجمعوا عشان يدبروا خطط ويحاولوا يتخلصوا من حكم ربنا، لأن الحاجة الوحيدة اللي بتقاوم الحكم اللي احنا شايفينه ده والناس الأقوياء دول هو الروح القدس بتاع ربنا. الحقيقة إننا النهاردة عايشين زي أيام برج بابل، لما الناس كانوا عايزين قوانينهم الخاصة، ما كانوش عايزين يخضعوا لقوانين ربنا، وكانوا شايفين نفسهم آلهة. بس عارف إيه اللي بيحصل؟ في تكملة المزمور الثاني لو كملت قراية هتلاقي إن ربنا نفسه بيبدأ يضحك من كل الأمان الزائف اللي القادة دول حاسين بيه، لأنهم لما يفتكروا إنهم بيحكموا في الحقيقة هم كل يوم بيقربوا أكتر من الهلاك. وعارفين إيه أكتر حاجة مدهشة يا إخواتي؟ إن في نبوءة بالفعل في الكتاب المقدس بتحكي عن كل اللي احنا شايفينه بيحصل دلوقتي، عن الاتحاد ده صح. بين روسيا وكوريا الشمالية ودول آسيا. بصوا كده الكتاب المقدس بيقول إيه في سفر حزقيال الإصحاح 38 من أول الآية الأولى. بيقول كده: استلمت الرسالة دي من الرب، يا ابن الإنسان اتجه نحو جوج من أرض ماجوج الأمير اللي بيحكم أراضي ماشيك وتوبال، وتنبأ ضدهم. اديله الرسالة دي من السيد الرب: يا جوج أنا عدوك، فارس وإثيوبيا وليبيا هيبقوا معاهم، كلهم معاهم دروع وخوذ، جومر بكل قواته وأمة بيت دوجرمة من أقصى الشمال بكل قوتها، وكمان كتير غيرهم هيبقوا معاك. بص على ده، أنا عارف إن الناس كتير ما فهمتش حاجات كتير، بس الموضوع إن حزقيال تنبأ إن في يوم هيكون فيه اتحاد عسكري كبير هيمشي من الأراضي البعيدة جدا من أقصى الشمال. ولو جبت الخريطة النهاردة ورسمت خط مستقيم من أورشليم على طول ناحية الشمال هتوصل بالظبط لأراضي روسيا. أيوة، هو ده فعلا. والنص بيقول إن القوة دي اللي جاية من الشمال
هتتحد مع فارس. عارف فين فارس دلوقتي؟ هي إيران الحالية، ومعاهم كمان جيوش كتير وشعوب حليفة هينضموا ليهم من الشرق. يعني يا اخواتي احنا فعلا شايفين بداية الكلام ده. طبعا حرب جوج وماجوج لسه هتحصل قدام شوية، بس كل حاجة تبدأ واحدة واحدة. صح. وده الوقت اللي ناس كتير ممكن تفكر فيه، بس يا أسيس بقالهم كم قرن الناس بتتكلم عن حرب جوج وماجوج، ليه عمرها ما حصلت قبل كده؟ وليه دلوقتي حضرتك بتتكلم على الموضوع ده؟ الحقيقة إنه لما منبص على التاريخ لقرون كتير، روسيا وفارس وشعوب الإمبراطورية العثمانية كانوا أعداء لدودين، كانوا عايشين في حروب دائما، وكان في حاجة بتمنع النبوة دي إنها تتحقق، واللي هي الآتي: شعب إسرائيل كان لسه متفرق في العالم كله، وكانوا محتاجين يرجعوا لإسرائيل لأرضهم. والأكثر إثارة الاهتمام هو إنه لمدة حوالي 2000 سنة دولة إسرائيل ما كانتش موجودة على الخريطة أصلاً. والكتاب المقدس نفسه بيقول: هل ممكن في يوم واحد تتكون أمة؟ أيوة يا إخواتي، ده حصل في مايو 1948 لما اليهود رجعوا لأرضهم وخلقوا بالضبط السيناريو اللي حسقيال وصفه من آلاف السنين فاتت. وعارفين الكتاب المقدس بيقول إيه هيحصل لما الجيوش دي تتحرك ناحية أورشليم علشان تدمرها؟ ربنا نفسه هيتدخل. هو هيعمل ارتباك بين صفوف الجيوش المعادية، هو هيبعت زلزال مدمر، وهو هيبعت نار من السماء على جبال إسرائيل. وده هيبين لكل الأمم على الأرض إن إله إسرائيل هو الإله الحقيقي. وفي كمان تفصيلة أخيرة يا إخواتي مهمة جدا. الكتاب المقدس بيقول إن المعركة دي هتحصل لما مية نهر الفرات تنشف، عشان يفتحوا الطريق لزحف الجنود اللي جايين ضد إسرائيل، وهم هيواجهوا هناك في وادي مجدو مواجهة كبيرة في نهاية تاريخ البشرية. بس عارفين إيه اللي بيحصل دلوقتي في نهر الفرات؟ بسبب الجفاف الشديد وبسبب بناء السدود الضخمة هناك في تركيا والعراق، مجرى نهر الفرات فعلا بينشف قدام عيون الكل يا أخوة، ونبوءة الكتاب المقدس تتحقق. يعني يا إخوة في حاجة مؤكدة، إحنا فعلا في آخر الزمان، بس يسوع نفسه قال إن ده مجرد بداية الأوجاع، لأن كل حاجة هتتهز. الأرض هتتهز قبل ما يسوع يرجع. أنا عارف إن لما بتسمع عن الأخبار دي زي الحروب وأخبار عن حروب بتحس بضيق في صدرك، لأننا بنحب عيلتنا ولسه في ناس كتير ما آمنتش. بس يسوع نفسه قال: يا إخواتي، لما نشوف العلامات دي يبقى وقت نرفع راسنا، لأن خلاصنا قرب. هللويا. يا إخواتي، في الأبدية مع المسيح مش هيبقى فيه دموع ولا ألم ولا معاناة ولا حتى موت، وعشان كده لازم اسمنا يكون مكتوب في سفر الحياة بدم الحمل اللي هو يسوع. وعشان كده أنا عايز أعزمك تتوب عن خطاياك، ما تأجلش لبكرة. توب عن خطاياك واعترف إن يسوع هو مخلصك. أنا مؤمن إنه من دلوقتي لو أخدت القرار ده حياتك عمرها ما هتكون زي الأول. آمين. أنا القس أنطونيو جونيور، وأتمنى تكون الرسالة دي عجبتك. هسيب لك فيديو هنا على الشاشة عشان تتفرج عليه. أتمنى كمان إنه يلمس قلبك، وما تنساش تشارك الفيديو، في ناس كتير محتاجة تسمع رسالة زي دي، وربنا يستخدمك أكتر وأكتر كل يوم. أمين. ربنا يباركك، ونشوفك في الفيديو الجاي.